والطريق الوحيد للدخول المكان ده هو الباب الرئيسي، وان النظام الخاص بالمكان محمي بتقنيات عاليه ومش هتقدر تخترقه من بعيد، ولكن لو قدرت تدخل المكان ممكن تخترقه بسهوله، وكل واحده هتكون لابسه سلسله فيها كاميرا والحلقه فيه سماعات عشان يتواصلوا مع بعض. والمزاد هيكون للقطع الفنيه القديمه والاثريه، بس ده غطى المزاد تاني على الانترنت المظلم او الدارك ويب. والجهاز هيكون متخبي في واحده من القطع الفنيه، ومطلوب منكم تعرفوا اي قطعه اللي متخبي فيها الجهاز. وخديجه بتستخبى في مكان عشان تقدر تراقب تحركاتهم، ويسر بتشد انتباه شخص، وماري بتسرق منه القايمه اللي فيها كل القطع اللي هتتباع في المزاد. وجارسيا بتتعاكس من شخص من الموجودين في الحفل، ولكنها بتتوتر وبتبقى مش عارفه تعمل ايه. وخديجه بتقول لها انه ملياردير من الشيشان، وبتطلب منها انها تتعرف عليه وتحاول تطلع منه باي معلومه عن المزاد. وفي الوقت ده ماري بترش مسحوق على القايمه اللي سرقتها عشان تعرف من البصمات ايه اكتر قطعه كان الراجل مهتم بيها. وبتلاقي بصمات كتيره موجوده في الصفحه الخامسه، ولكن مش بتقدر تحدد انهي قطعه. وجارسيا بتحاول مع الملياردير الشيشاني وبتخليه يعجب بيها في الاول، وبتنجح في ده. وبعد كده بتبدا تقول له على اسماء القطع اللي في الصفحه الخامسه، وبتعرف ان الفازه او المزهريه هي اللي هتكون فيها الجهاز. وفي الوقت ده ايسل بيشدها شخص، وبيطلع حبيبها اللي المفروض اتقتل، وبيقول لها انه زيف موته عشان يخدع المخابرات انه شغال مع جهه تانية. وخديجه بتفقد سيطرتها على الشبكه لان في حد اخترق جهازها، وبتقول لماري وجارسيا ان هم ينتظروا في المزاد ويراقبوا الفازه على ما تهكر الشبكه تاني.